ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده معانا فتة العيد. معانا هنا حوالي كيلو من اللحمه، بنحطها على نار مغليه علشان نسلقها زي ما انتم شايفين كده، واحط بقى بصلايه وجزرايه وطماطمايه. ده الطبيعي بتاع السلق بتاعنا. طبعا لو حد عنده اي اقتراح ممكن عادي يقوله. معانا هنا فلفل اسمر، ما بنحطش ملح خالص في اللحمه دلوقتي. معانا هنا حبهان مطحون. طبعا لو في اي طرق تانية تقدروا تكتبوا لي في الكومنتات زي ما متعودين. وبنسيبها تغلي، وبعد ما تستوي وتسلق معانا ده بيبقى شكلها الطبيعي. معانا هنا حله هنبدا نعمل الصلصه بتاعه الفته، ومعانا هنا تومه وبنشوحها على النار مع حته سمنه او زبده. انا حطيت زبده بلدي وشويه زيت زي ما انتم شايفين، ما شاء الله تبارك الله. وابدا ان انا اشوح التوميه. ومعانا حله تانية هنعمل فيها الرز الابيض، شويه زيت وهنحط بقى الرز بتاعنا، بيكون مغسول ومنقوع. لو مش محتاج ان هو يتغسل ولا يتنقع عادي مفيش اي مشكله، بنحطه زي ما هو من الكيس. معايا حوالي هنا مقدار نص كيلو، طبعا على حسب الاعداد وعلى حسب اللي هياكل. معانا هنا رشه ملح. طبعا احنا مش هنحط فلفل اسمر لان احنا محتاجين الرز يكون ابيض زي ما انتم شايفين. وابدا ان انا اشوحه شويه. دي بتفيد قوي الرزايه يا جماعه، الطريقه بتاعت الرز دي بتخلي الرز يطلع مفلفل. معايا هنا ورقتين من اللورة واقلبهم مع بعض. بخلي النار او سخونيه النار بتاخد من الرز، فاهمين؟ زي ما انتم شايفين. وابدا اقلب كله مع بعض. نرجع للصلصه بتاعتنا تاني. التومه هنا لحد ما تاخد لون بحط لها ورق لورا وافضل اقلبها لحد ما تاخد اللون الذهبي بتاعها اهو. اقلبها كويس جدا. طيب هي خدت معايا هنا اللون الذهبي، انا مش عايزه احروقها، انا عايزه اديها لون فقط لا غير. هحط بقى الطشه بتاعتي، الخل بتاعي، يا له من صوت رائع بجد. وابدا ان انا اقلبها كويس جدا. دي بقى سر الفته في الطشه بتاعه الصلصه، تحفه تحفه تحفه. طبعا نحط الصلصه بتاعتي دي طماطم مفرزاها زي ما عودتكم. نبدا بقى نحط توابلنا الجميله، عباره عن ملح وفلفل اسمر وكزبره، ما بحطش اكتر من كده. عايزه تضيفي شطه ضيفي براحتك اللي انت عايزاه. وكمون علشان خاطر الثوم، وادي الكزبره زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله تبارك الله. ومعلقه السكر بتاعتنا كالعاده في الصلصه. ونبدا نقلبهم كويس جدا ونسيبهم على النار، نغطيها ونسيبها. نرجع للرز بتاعنا تاني. الرز بقى هنا هنضيف له شويه من الشوربه، ونص المقدار التاني هنخليه ميه. طبعا مش هنخليها كلها شوربه، ليه؟ لان انا محتاجه الرز بتاعي يكون فاتح، يكون ابيض ما يكونش غامق زي ما انتم شايفين. ما شاء الله اهو، ما شاء الله تبارك الله اهو. كده الرز بيستوى معايا وبقى حلو جدا ومفلفل جدا، والصلصه كمان اهي. نيجي بقى ايه، نحمص العيش بحته سمنه بلدي على نار متوسطه، وتفضلوا تقلبوا فيها لحد ما يعني توصلوا للنتيجه اللي انتوا حابينها. واللحمه بتاعتي طلعتها في طبق، ونيجي نشوح اللحمه بتاعتنا حته سمنه بلدي على معلقه زيت زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله تبارك الله اهو. رشه ملح علشان الطرطشه، زي ما قلت لكم قبل كده ان احنا بنحط رشه الملح دي في اي زيت هنقلي بيه او هنشوح بيه علشان ما يطرطش ويبهدل لنا البوتاجاز. ونبدا ان انا احط اللحمه بتاعتي واقلبها
واسيبها ان هي تاخد الوش بتاعها. حابه ان انت تحطي عليها فلفل اسمر عادي حطي، ما تحطيش براحتك. هنا عندي بقى السرفيز التقديم بتاعي، بحط شويه شوربه على العيش زي ما انتم شايفين كده. طيب انا بقى بحط تكايه اللي هي ايه بقى، ان انا بحط معلقه صلصه برضو على العيش واخلطهم ببعض زي ما انت هتشوفوا دلوقتي اهو. معلقه صلصه مش كتير، وابدا ان انا اخلطهم شويه مع بعض. عايز اقولك الفته دي والله العظيم كل طبقه فيها حكايه واحلى من بعض، يعني كل طبقه فيها بتحكي عن بعضها. ابدا ارص الرز بالتساوي، ما يكونش كتير، يعني بعمل طبقه كده كويسه، لان عشان احس ما احطش كتير علشان خاطر ان انا احس بالعيش واحس بالصلصه واحس بالشوربه، ما يبقاش اكل كل حاجه رز، فاهمين؟ فدلوقتي بقى بحط الصلصه بتاعتي، بحطها على حسب الكميه اللي انا بحبها ان هي تكون موجوده. انا بحب الصلصه تكون كتير عامه، بحطها بالشكل اللي انا عايزاه، احطها على الوش عادي بدايره كده اللي هي الطريقه التقليديه زي ما تحبي. ودي اللحمه اتشوحت معانا اهي، وابدا ان انا ارصها قطعه قطعه على السرفيس بتاعي. تحفه يا جماعه، تحفه، خطيره خطيره، لوحه فنيه بجد بجد ما شاء الله تبارك الله. تقدري ان انت بقى تستخدمي اي قطعه من اللحمه اللي انت بتحبيها، سواء ريش سواء انا مستخدمه هنا قطعه اللي هي الملبسه اللي هي تقريبا الموزه. فلوحه فنيه، وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب عيد سعيد يكون على الناس كلها، واللي مستني دعوه يا رب تتحقق ان شاء الله، تتحقق له باذن الله تعالى. كل سنه وانتم طيبين، وما تنسوش اللايك والشير، وما تنسوش كومنت حلو على الفيديو. شكرا.